بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بكم في الحكايه بالبلدي. النهارده حصل حاجه غريبه كده في الميديا. لقينا الفنان احمد سعد طالع في حفل مراسي اللي في الساحل الشمالي، لابس بنطلون واسع جدا على هيئه جيبه، وهو قصير يعني تحت الركبه على طول. وبيغني. فلقينا الناس في الميديا عماله تتكلم عن احمد سعد، وبتتهمه ان هو بيتشبه بالنساء، ويقولوا قبل كده كان طالع لابس حلق، ومره تانية يقولوا ده طالع لابس بالطو حريمي، والمره دي لابس جيبه وطالع يغني بيها. هو الفنان احمد سعد بيتشبه بالنساء؟ طب هو في حاجه في حياته مثلا مخليه يتشبه بالنساء؟ خصوصا ان كانت برضو الفنانه سمية الخشاب قالت عنه حاجه شبه ذلك ايام ما كانت متجوزاه وانفصلت عنه. المهم، لقينا في الميديا عاملين النهارده يتكلموا عن احمد سعد وعن تشبهه بالنساء، وطلوعه على المسرح وهو بيغني لابس شورت عامل زي ما يكون جيبه، لانه شورت واسع جدا عامل زي ما يكون شبه الجيبه. وده موضوع كان غريب جدا في الميديا، خصوصا ان اليومين دول اصلا في موسم بيبقى موسم غنائي في الساحل الشمالي، الفتره بتاعت الصيف. وجماهير احمد سعد طبعا في من جماهير كتيره طبعا من اللي بتحبه طالعه بتلومه على ادائه وعلى حاجات اللي هو بيعملها، مش اداؤه الغنائي ولكن اداؤه في اللبس. يعني انت بتتشبه بالنساء ليه يا فنان؟ ده حاجه غريبه، وده كان ترند وكنا لازم نتكلم عنه واتكلمنا عنه. اهم حاجه الاشتراك في القناه واللايك، وتشوف حلقاتنا اللي فاتت وحلقاتنا اللي جايه، وشكرا على المتابعه.